مرحبا بكم في قناتنا على يوتيوب ماروك لايف سبورتس، حيث نقدم لكم أحدث الأخبار والتطورات في عالم كرة القدم. اليوم سنلقي نظرة على القرار الذي أصدرته اللجنة التأديبية التابعة للكونفدرالية الإفريقية بخصوص اللاعب المغربي سفيان أمرابط، والتداعيات التي قد تعنيها هذه العقوبة بالنسبة للمنتخب المغربي في المباريات القادمة. أصدرت اللجنة التأديبية التابعة للكونفدرالية الإفريقية عقوبة توقيف لمباراتين في حق الدولي المغربي سفيان أمرابط على خلفية طرده في مباراة المغرب وجنوب إفريقيا عن دور الثمن نهائي كأس إفريقيا للأمم الأخيرة التي جرت بكوت ديفوار. وقررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التحرك من أجل استئناف العقوبة وتقليصها لمباراة واحدة. وإذا ما تم تثبيت العقوبة فإن أمرابط سيغيب عن المباراتين القادمتين للمنتخب المغربي أمام زامبيا والكونغو، والتي ستقامان برسم الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026. وسيخوض الأسود مباراتيه يومي 7 و11 من يونيو القادم. وفي سياق آخر، وفي حديثه مع أحد المشجعين وحسب الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد، أصر سفيان أمرابط على أن أسطورة الشياطين الحمر السابق كريستيانو رونالدو هو أفضل لاعب لعب ضده في مسيرته حتى الآن. وقال أمرابط رداً على سؤال عن أفضل لاعب لعب ضده في مساره الكروي، حيث قال: أعتقد أنه كريستيانو رونالدو، نعم، أود أن أقول كريستيانو رونالدو. وتجاهل أمرابط كيليان إمبابي لاعب باريس سان جيرمان الذي تفوق عليه خلال مباراة نصف نهائي كأس العالم 2022 خلال ركضه الشهير لينتزع الكرة منه داخل منطقة العمليات. وانتشرت على نطاق واسع لقطة أمرابط وهو يركض سريعا ليلتحق بإمبابي الذي كان يسبقه خلال مباراة نصف النهائي بين المغرب وفرنسا، وانتزع منه الكرة دون أن يرتكب أي خطأ. واعترف أمرابط بأنها كانت لحظة جميلة. وفي الختام، وبعد مراجعة القرار الذي أصدرته اللجنة التأديبية بحق اللاعب سفيان أمرابط وتأثيراته على المنتخب المغربي في المباريات القادمة، لا تنسوا مشاركتنا رأيكم في التعليقات والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. نلتقي في فيديوهات قادمة. شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم.